السلام عليكم الخوت، مرحبا بالاصدقاء جميعا. اليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع اللي هو من اخطر الرادارات البحريه بالمضايق العالم، مضيق هرمز. هاد البلاصه اللي كيدوز منها اكثر من 20% من بترول العالم، لكن ولات هاد البلاصه اليوم هي الساحه اللي انقلب السحر على الساحر. ايران بغات تخنق العالم، ولكن هي صدقت مخنوقه. ثانيا، القانون الدولي وشكون كيحكم في المضايق العالميه. ولكن بلاتي، واش اي دوله عندها الحق تسد ممر دولي؟ القانون الدولي للبحار واتفاقيات 1982 كيقول لا، كاينه حاجه سميتها حق المرور العابر، ترانزيت باساجي، يعني السفن واخا تكون حربيه عندها الحق، نعم عندها الحق تدوز بلا ما يحبسها حتى شي واحد، حيث هذه الممرات هي ملك للبشريه جمعاء وللتجاره العالميه. ايران واخا ما وقعتش على هذه الاتفاقيه كامله، ولكن هذا العرف ولا قانون مفروض على كل شيء. ثالثا، الخطه الايرانيه، الضغط بالخنق. ايران في 2026 مع كثره الضغوط لعبت ورقه انتحاريه، بدات كتهدد بسد المضيق وحطات الغام مائيه كيف ما شفتوا في الصور، وطلعات ثمن التأمين ديال السفن ب5%. الهدف هو تضغط على الأمريكان والغرب باش يفكوا عليها الخناق النووي. قالوا إلى ما بعناش البترول حتى واحد ما غيبيع. رابعا، الصدمة، انقلب السحر على الساحر، وهنا فين دخل ترامب على الخط وبدلات ميريكان الخطة. ميريكان ما بقاتش كتحارب باش تحل المضيق لكل شيء، ولكن دارت حصار ذكي. ميريكان وسانتكوم قالوا المضيق مفتوح للعالم، ولكن ممنوع على أي سفينة غادة أو جاية من الموانئ الإيرانية، والنتيجة السفن الخليجية بقات دايزة وخا بصعوبة، ولكن الموانئ ديال إيران بحال ميناء بندر عباس ولات مهجورة. إيران اللي كانت باغا تحاصر العالم ولات هي اللي محاصرة في وسط دارها. خامسا، الدور العماني، شعرت معاوية، وفي وسط هاد الروينة كتبان الحكمة ديال الجار العماني. سلطنة عمان هي اللي بقات كتلعب دور الإطفائي، هي اللي شادة الخيوط باش هاد الحصار ما يتحولش لحرب عالمية وتحرق الخضر واليابس. العمانيين عارفين باللي القانون في جهة والواقع العسكري في جهة ثانية. والخاتمة وترو، خلاصة يا شباب، مضيق هرمز اليوم ماشي غير ممر مائي، هو ترمومتر ديال السياسة العالمية. إيران بغات تسد الباب، القاطرسة هي اللي برا اللعبة. وانتوما شنو كيبان لكم؟ واش هاد الحصار غادي يخلي إيران تراجع وراقها، ولا حنا قدام انفجار جديد في المنطقة؟ وأخيرا، الحلقة المقبلة غتكون حول الجرف القاري وفقا لقانون البحار الدولي. وخليوا لنا رأيكم في التعاليق، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتهلاو.